هو ايه اللي بيحصل في المعاهد الفنيه الصناعيه ده يا جماعه؟ بجد والله، هو انتوا اللي عايزين تفشلوا نفسكم بنفسكم؟ هو انتوا عايزين المنظومه تيجي عليكم اكتر ما هي اصلا جايه عليكم؟ هتقول لي يا عم انت داخل متعصب كده ليه علينا؟ هقول لك بكل بساطه، قاعد في امان الله بفتح الجروب بتاع معهد فن صناعي الزقازيق، لان انا كنت في يوم من الايام في الزقازيق، فبحب ادخل دايما اشوف ايه الاحداث الجديده اللي بتحصل. فلقيت في واحد منزل فيديو، والفيديو بتاعه ضارب، جايب مشاهدات كتيره قوي. ماشي، دخلنا اتفرجنا على الفيديو، اتفاجئت ان هو عمال بينتقد المعهد وبينتقد المنظومه، بينتقد الاداره، بينتقد التعليم في المعهد الفن الصناعي، وبينتقد الناس اللي بتبيع مذكرات و الى اخره. ملخص الفيديو ان هو انتقاد عام عن منظومه المعهد الفن الصناعي، وبالاخص الكلام بيوجه لناس في قلب المعهد بتاع معهد فن صناعي الزقازيق من الدكاتره والمعيدين اللي موجودين داخل المعهد. انزل اعمل لايك للفيديو، انزل اعمل لايك للفيديو، علشان الفيديو ده انا معبي فيه شويه حلوين، وهتكلم كده يعني ممكن اكون مستفز شويه، وممكن اكون هتضايق شويه، ولكن كله في مصلحتك في الاخر. فانت انزل اعمل لايك الجميل بتاعك، وسيب لي كومنت في الاخر قول لي انت فهمت ايه من الكلام الجميل اللي انا هقوله لك دلوقتي. بصوا يا جماعه، احنا عايشين في منظومه، المنظومه ديت نوعا ما مش احسن حاجه، ولكن فكرة ان انت واحد تطلع تتكلم عن المكان اللي انت بتدرس فيه بهذا الشكل اللي لا يليق اطلاقا بالمنظومة اللي انت بتدرس عندها، فده بيضر جميع زمايلك اللي في نفس المعهد وفي نفس كمان المجال اللي هو معهد فن صناعي الزقازيق. هتقول لي ازاي ده؟ هقول لك والله في مثل كده جميل بيقول لك ان الحسنة بتخص والسيئة بتعم. فدلوقتي لما تكون الدكاترة داخلة وشافت الفيديو ده، ومليون في المية الدكاترة كلهم شافوا الفيديو، وكمان انا سمعت ان ادارة معهد المحلة اللي هي الادارة الرسمية دخلت معهد فن صناعي الزقازيق وراحت هناك وعملت اجتماع من بعد الفيديو ده. فالفيديو شافوا ناس كبيرة في منظومة المعهد الفني الصناعي، تمام؟ فلما انت تكون بتوجه رسائل حتى لو مش مباشرة، مش دايركت، للدكاترة بتوعك ولا المعيدين اللي عليك ولا المهندسين اللي بيدوك كورسات ولا، فطبيعي مليون في المية هيشوفوا الكلام ده، تمام؟ ولما يشوفوا الكلام ده مش هيجوا يسقفوا لك ويطبلوا لك على اللي انت بتقوله ده، بل بالعكس، ده انت كده بتخليهم ان هم يسودوا الدنيا عليكم اكتر واكتر واكتر. طيب مشكلة المعلم ده اللي طلع عامل الفيديو ايه؟ بكل بساطة بيقولك ازاي المذكرة بكذا، ازاي ان هم بيدونا كورس بكذا، ازاي ان هم مش عارف بيعملوا معانا كذا، ازاي ان في ناس بتنجح بالغش، وازاي 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 وازاي. حلو، اولا خلينا نتفق على حاجة، انا لما دخلت على البيدج بتاعتك لقيتك اصلا واحد مش مهتم بالتعليم، ده رقم واحد. يعني انت لو بتأذي في واحد داخل المعهد ده بعد ما طفح عين اهله علشان خاطر يدخل المكان ده سنتين، وجاي الناس جايين من ثانويه عامه علشان خاطر يحققوا هدفهم وحلمهم اللي نفسهم فيه وما عرفوش يحققوه قبل كده، فانت اولا كده مبدئيا انت اصلا مش حاطط التعليم في دماغك. يعني لو انت خليت المنظومه تاثر على الناس اللي داخله المعهد ده بالسلب، فانت مش هتتضر بحاجه، ولو عايز تضر حد فانت هتضر ناس انت مش هتتضر بحاجه، والفايده اللي هتيجي انت مش مستفاد منها باي حاجه، لان انت اصلا مش حاطط الموضوع اطلاقا في دماغك. انت تقريبا عندك محل حلاقه وبتاع، فانت شغال بيه وخلاص والدنيا تمام، انت طالع علشان تعمل بس اللقطه وتعمل الشو خلاص. وفي الناحيه التانية انت بتاذي زمايل ليك كتير قوي 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 داخلين المعهد ده علشان خاطر نفسهم يبقوا حاجه محترمه من المكان ده. حلو، طيب انت دلوقتي يا حبيب قلبي بتنتقد المنظومه، كلام جميل ان انت طالع بتنتقد المنظومه وبتقول المذكره ب 250، والمذكره المفروض بره ب 15 جنيه في المعهد بيبيعوها لنا ب 50 وب 60 ومش عارف ايه وارقام كده كبيره، تمام؟ انا عايز اسالك سؤال، هو انت لو واحد ربنا كرمك ودخلت كليه هندسه من بعد المعهد، انت هتدخل تشتري مذكره ب 3 جنيه 4 جنيه؟ لو انت بتصرف 1000 جنيه في الشهر في المعهد، هتدخل كليه هندسه هتصرف 100 جنيه 200 جنيه؟ حبيب قلبي، انت واحد دلوقتي بتدور على حلم كبير، بتدور على هدف كبير، نفسك ان انت تدخل كلية هندسة. كلية هندسة مصاريفها كتيرة قوي، كلية هندسة متعبة جدا، كلية هندسة محتاجة وقت ومجهود ومذاكرة كتير جدا. فبالتالي المكان اللي انت فيه دلوقتي اللي انت بتسعى جاهدا فيه ان هو يوصلك للحلم الكبير اللي انت نفسك تدخله، طبيعي مليون في المية انت هتعمل اي حاجة في المكان ده علشان توصل للهدف في الاخر.
والله العظيم لو الدكتور جه قال لك المذكره ب 200 جنيه، بدام انا متاكد ان المذكره دي لازم اجيبها علشان خاطر هتنجحني وفي الاخر هتدخلني كليه هندسه، او الحلم اللي انا بطمح فيه او بيه بقالي كتير قوي، انا هروح اشتري مذكره ب 200 جنيه وانا ساكت وما بتكلمش، لان انا بدور على هدفي في الاول وفي الاخر، ما بدورش على اي حاجه تانية. وبعدين انت بتتكلم انه لو انت بتاخد المذكرات اللي هي عامله لك اذى نفسي، ولا ان انت الكورسات غاليه، ولا هتيجي تبص اصلا في المرحله المتقدمه بعد كده هتلاقي ان الحاجات اعلى واغلى بكتير جدا جدا، وبدل ما انت بتدفع 1000 النهارده بكره هتدفع 3 و4 و5. طيب لو انت مش عارف تدفع ال 150 جنيه بتاعت المذكره دلوقتي، لما هتدخل كليه هندسه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وبعدين انت بتتكلم اصلا في منظومه شامله كل حاجه، مش بس المعهد الفني الصناعي. يعني انت بتتكلم على ان لو الحاجه مثلا بيغلوها ولا الكورسات غاليه، مش بس على المعهد الفني الصناعي، الموضوع في كل مكان منتشر. يبقى انت عايز تطلع تغير يا حبيب قلبي، تطلع تغير المنظومه بالكامل، ما تجيش ترمي كلام على بس حاجة واحدة وعلى منظومة واحدة بس علشان خاطر في الآخر تضر زمايلك اللي بشكل بديهي جدا هيتضروا. انا لما دكتور اسمع الكلام ده مليون في المية مليون في المية، لا انا مش هاجي اطبل لك واجي اسقف لك، وبعدين زي ما قلت لك الحسنة بتخص والسيئة بتعم، وفي الاخر كله هيجي فوق دماغ زمايلك وكله هيجي فوق دماغ الطلبة اللي موجودين في المعهد. وغير كده انه المنظومة نفسها والادارة الرسمية نفسها من معهد المحلة راحت فعلا معهد فن صناعي الزقازيق وعملوا معاهم اجتماع هناك. فليه كل ده؟ ليه في الاخر انت اصلا مش مهتم بالتعليم، ومش مهتم انت تكمل ايه من بعد المعهد؟ ما انتش مهتم. في الاخر زميلك اللي كان بيسعى وكان بيجتهد لما يدخل يشوف فيديو زي الفيديو اللي انت عامله ده، انا شفت ناس كتيره قوي طلعت قالت لك احنا سحبنا الملف بتاعنا من المعهد. ليه يا حبيب قلبي؟ ليه يا حبيب قلبي بتسحب الملف بتاعك من المعهد ليه؟ حتى لو انت ما جبتش كليه هندسه، المعهد بيفتح لك فرص تانية كتير جدا قسما بالله العظيم احسن من كليه هندسه مليون مره. ايه الفكرة ان انت توقف بس الهدف بتاعك على عشان انت سمعت فيديو من واحد مش مهتم بالتعليم؟ وفي نفس الوقت انت هتستفاد ايه لما توقف تعليمك لحد دبلوم صنايع ولا لحد تالتة ثانوي؟ انت استفدت ايه؟ وانت عارف ايه بقى اللي بيغيظني اكتر واللي غاظني اكتر من الموضوع؟ ان انا دخلت برضو على صفحة اخونا ده ولقيته عامل سكرين لايف كده لواحد بعت له ريكورد على الواتساب ولا مش عارف ايه، والشخص ده بيقول له ايه؟ بيقول له والله انا سحبت الملف بتاعي، انا دخلت الامتحانات، وده بقى اكتر حاجه بقى استفزتني جدا. بقول له انا دخلت الامتحانات، دخلت امتحان الرسم بس ودخلت امتحان الانجليزي، دول الامتحانين اللي انا دخلتهم، وما دخلتش اي امتحانات تانية، وسحبت الملف بتاعي. واكتشفت، بص بقى، واكتشفت ان انا نجحت في الرسم ونجحت في الانجليزي. تمام؟ طيب يا عم نجحت، طب ما الحمد لله، اشكر ربنا والحمد لله ان انت نجحت. وانت حد اصلا يعني اي حد يتمنى ان هو ينجح حتى لو بمجهود قليل جدا، اي حد يتمنى ان هو ينجح حتى لو هو ما بحلش اي حاجه. انت طبعا يعني ما تتمناش لنفسك ان انت تسقط ولا انت تتمنى لنفسك الشر. طب قول الحمد لله. لا، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك والله انا ما كنتش فاهم اي حاجه في الرسم ونجحت ازاي ما اعرفش، والانجليزي انا كنت على الابيض خالص ونجحت ازاي ما اعرفش. فانا بقول يا جماعة ان المنظومة دي منظومة فاشلة. ده اخونا اللي بيقول كده في الريكورد، الاخونا اللي عامل الفيديوهات بيقول له انا شايف ان المنظومة دي كلها منظومة فاشلة، وما ينفعش انها تنجح واحد ما ذاكرش وما اجتهدش وما نزلش وما حضرش، على ان هي تسقط واحد كان بيحضر وبيروح وبيجي وبيذاكر وبيجتهد. يا حبيب قلبي انت بتقول ايه؟ يا حبيب قلبي انت المفروض تمام تشكرهم ان هم بيحاولوا يساعدوك وان انت تنجح، حتى لو انت ما بتحضرش، حتى لو انت الحل بتاعك تعبان، انت اصلا بتناقض نفسك ان هي فعلا منظومه بتحاول ان هي تخدمك وتساعدك. هتقول لي بتخدمني وتساعدني ازاي؟ انت النجاح بالنسبه لك معياره عامل ازاي؟ انت في المعهد علشان تدخل هندسه محتاج تجيب امتياز، دون ما تحت الامتياز انت اسمك ناجح. يعني انت دلوقتي الرسم اللي انت نجحت فيه، الانجليزي اللي انت نجحت فيه، مش هتيجي تلاقي نفسك جايب فيهم امتياز. ما انت ربنا برضو فوق سبحانه وتعالى مش هيقارنك او مش هيساويك بواحد اجتهد وتعب. انت نجحت بمقبول يا باشا، اللي هو انا مش هقعد ترم تاني زياده في المعهد، ولا انا مش هسقط ب3 مواد وهقعد اعيد وازيد في السنه. ده انت المفروض تشكرهم وتحمدهم ان هم بيساعدوك ان انت تتخطى المرحله دي. زميلك التاني اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو بيجتهد وبينزل وبيروح وبيجي هتيجي تبص هتلاقي جايب امتياز. فرق ما بينك وما بينه زي الفرق ما بين السماء والارض. انت ناجح بمقبول، تطلع تشوف لك اي عربيه بطاطس تشتغل عليها، هو ربنا يكرمه ويطلع يدخل كليه يكمل تعليمه
ويكمل رحلته التعليميه، لان هو جاب امتياز وانت عديت بمقبول. هو نجح وكمل، هو نجح وطلع للقمه وانت نجحت بس انت على وش القاع من تحت. فانت ازاي بقى ان انت تدخل السكه دي في السكه دي وتقول لي منظومه فاشله، وازاي ان هم بينجحوا واحد على واحد وبينجحوا الفاشل على الناجح و الى اخره؟ ما بتتحسبش كده يا حبيب قلبي. انت المفروض تطلع تقول شكرا ان انا نجحت، وشكرا للمنظومه دي ان انا واحد فاشل اصلا ما بيحضرش ما بيذاكرش ما بيروحش، ان هم نجحوني. وساعتها لو انت كنت سقطت، بص بقى التناقض بيحصل هنا اهوت، لو انت كنت سقطت كنت هتطلع تقول نفس الكلام، ان المنظومه دي منظومه فاشله جدا، ما بينجحوش حد، منظومه صعبه جدا، ما بيعرفوش ان هم ينجحوا حد، ده الواحد بيذاكر وبيروح وبيجي مع انك انت اصلا ما كنتش بتحضر ولا بتفتح كتاب، بس هتقول ما حدش هيدور وراك، كل واحد بكتابه في الاخر سقطت، ده معهد زفت، ده معهد ما حدش يروحه، ده الى اخره، وترص الشريط اللي بنسمعه كتير قوي على مدار السنين اللي فاتت. انت نجحت الحمد لله وشكرا لله يا جماعه ان انا نجحت، شكرا. ليه بقى الكلام المتناقض مع بعضه؟ دي حاجه. تاني حاجه، ان انت اصلا وانت في سنه اولى يا حبيب قلبي النجاح بالنسبه لك مش فارق. يعني جبت مقبول جبت امتياز مش فارق، هي الناس معززه مكرمه بتساعدك، بتقول لك يا حبيبي اتكل على الله على الله، عدي سنه اولى ادخل سنه تانية. في سنه تانية يا جماعه المعامله والتعامل مختلف عن سنه اولى. ليه؟ اولا ادارات المعهد كلها بتراعي جدا ان انت لسه اول سنه بالنسبه لك في المعهد، لسه انت جاي من ثانويه عامه ما تعرفش المنظومه ماشيه ازاي، لسه ما انتش فاهم المنظومه ماشيه ازاي داخل المعهد، بتقعد ترم كامل علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. فمليون في الميه طبيعي لازم هيبقوا بطبطبوا عليك وبيساعدوك ان انت تتخطى مرحله سنه اولى ديت بالحب، علشان تدخل سنه تانية تبدا تفوق نفسك، وتبدا ان انت تدخل سنه تانية على نظافه، لان سنه تانية في الاول وفي الاخر هي المقياس الوحيد بالنسبه لك انت هتكمل كليه ولا لا بعد سنه تانية معهد، مش سنه اولى. فيبقوا مشكورين جزيل الشكر ليهم ان هم بيساعدونا ان احنا نتخطى المرحله دي. ولو انت كنت سقطت وشلت مواد تمام كنت هتطلع تنتقدهم انتقاد كبير جدا ان هم منظومه صعبه جدا ومحدش بينجح فيها. ايه الكلام ده يا جماعه؟ هو انتوا ليه بتصعبوا الدنيا على نفسكم؟ ليه بتصعبوا الدنيا على نفسكم؟ لا انا بص، انا الفتره اللي جايه في حاجات كتيره قوي هبدا بقى ان انا احكي عنها، وفي حواديت كتير قوي هنتكلم عنها، لان الموضوع زاد عن حده جدا واي حد بيطلع يضبش في اي حاجه. وانا بس اللي زعلان عليه الطالب الجميل الغلبان اللي داخل المعهد علشان نفسه ان هو يبقى حاجه محترمه من المعهد ده، لما يسمع كلام نيجاتيف زي ده، لما يسمع انتقادات زي دي، لما يسمع ناس كتيره قوي بتسحب ملف بتاعها، هو مليون في الميه هيتاثر نفسيا، ومليون في الميه كمان هيحس ان هو خلاص هو بقى في منظومه فعلا ما بتنتميش للشخص اللي هو عايز يبقى حاجه كويسه، وما بتحتويش الشخص اللي عايز ينجح ويكمل كليه هندسه من بعد المعهد، وهيبدا يحبط في الفتره اللي جايه، وهو اصلا يعني هو متغرق احباط، هو مش محتاج يسمع غير الكلمه الطيبه الكويسه علشان خاطر هي ديت اللي هتنفعه وهتزقه زقه حلوه في المعهد علشان يطلع من المنظومه ديت بحاجه محترمه في الاخر يفرح ويشرف اهله. بس كده يا جماعه، بس كده. بنشوف بقى الحواديت الكتير اللي جايه. اعمل اشتراك للقناه عشان يوصلك جديدنا اول باول، ولو انت يعني ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، لان الفتره الجايه هنتكلم على حاجات كتيره قوي 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 يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. سلام.